إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفة الأخيار. قالت عائشة رسول الله: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه، على وجل، على خوف. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالواجب على كل مؤمن أن يخاف الله ويخشاه وأن يراقبه، وأن تكون هذه الخشية معينة له على طاعة ربه وعلى ترك محارمه، لا تكون مشغلة له عن طاعة الله، لا، يستعين بها على طاعة الله، يكون خوفا حقيقي، يخاف يعمل، مو بيخاف يجلس يبكي، لا، يخاف يعمل، يؤدي طاعة الله، يجتنب معاصي الله، يطلب الرزق الحلال، يبتعد عن الحرام، ينصح إخوانه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. هكذا المؤمن مع الخوف يعمل، يجتهد في طاعة ربه، في كسب الحلال، في فعل المعروف، في ترك ما نهى الله عنه، إلى غير هذا من وجوه الخير، وهو بعد ذلك خائف وجل مشفق لا يأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. العبد متى آمن بالله وصدق في إيمانه وابتعد عن الشرك وسائر المعاصي وعده الله بالأمن التام والهداية التامة سبحانه وتعالى. فعليه بالصدق وعليه بالجد وعليه بحسن الظن بالله، والله عند ظن عبده. متى أحسن في العمل واجتهد في العمل فإنه يظن بالله الخير، والله عند حسن ظنه.